السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فضاء مرائد. اليوم طليت عليكم فيديو خفيف ظريف ما كانش اخف منه. لي فون دو تارت خدمناهم مع بعض انا من قبل، قلت لكم نخبيهم في الكونجيلاتور، قلت لكم ما نخبيش شهر كامل، جوست السمانه الاولى هذيك اللي نكون مازال ما نظمتش فيها روحي نحكم نجبد واش مخبيه، ومن بعد كل نهار وبركته جبتها لي فون دو تارت. الريحه اللي فيها كلي درتها درك بعد اني يعني بامانه. بقات لا كريم برك. اليوم درت معكم حويجه اقتصاديه سهله ما فيهاش حكايات بزاف، تصلح للمبتدئه. كملوا معايا برك لا غوسيت، وهذه اختراع يا اخي. حاجه كي تكون خاطيني نقول خاطيني، كي تعود حاجه تاعي نقول تاعي، هذه تاعي. جربتها جات باهيه جات بنينه، حبيت نبارطاجيها معكم لعلها ان شاء الله تكون استفاده لكم وتحملكم وجوهكم ما ادريش. اللي راهم يسناو في الفيديو هذا في الشورت كما قلت لكم كريمه تاع الفلان. واش درت؟ جبت نصف لتر تاع حليب، زدت عليه كيس تاع الفلان، استعملت الكو تاع الموز اللي نشتيه بدرجه اولى، حبيتو استعملوا اللي حبيتو نتوما اكيد. زدت عليه مغرفه كبيره تاع نشا، مغرفه كبيره تاع سكر، حركت بارد في بارد وحكمت حطيته فوق النار يعقد لي. مع التحريك اكيد ما ينقصليش لانه فيه نشا. كي يحكم الخليط تاعي هذاك تقال وعقد لي كما نقولوا، نحيته وحطيت عليه نصف ملعقه كبيره تاع زبده ولا مارغرين، جوست ذوبتها فيه، غطيته بابي فيلم يعني السطح تاعو باه ما ديرش القشره هذيك، وخليته يبرد ابار. كذبش عليكم حطيته في البالكون باه يزرب يبرد لي. كي يحكم يبرد ويخلص تحطيه في الثلاجه باه يهز لنا البروده تاعو المليحه. علاه؟ لانه حنطلعوا فيه شونتي، غبره تاع شونتي. انا كي شفتو برد مع الاول بحراره الجو كيما نقولوا، حطيته في الكونجيلاتور باه يزرب يبرد لي باه نخدمها ونتهنى كما نقولوا. لهنا زدت غبره تاع شونتي 3 ملاعق، ما يكونوش بومبي، 3 ملاعق نورمال. وجبت الباطور تاعي وبديت نطلع فيها. اكيد اللون عاد فاتح وعاد خفيفه وهشه. يعني الاحسن من هذا انها زادت لي في الفوليوم. هذا واش نحتاج. الاناء ديروا كيما انايا، ما ديروش اناء مفتوح، اناء مغلوق خير باه تزرب تطلع لكم ليه. لا انا حطيت في لابوش تاعي وبديت نفرغ لا كريم تاعي في وسط لي فون دو تارت. ملاحظه برك اللي ما عندهاش البوش معليش حطي بالمغرف، هذه ايطاب برك باه يعني باه ما تكون الخدمه على نظافه وتكون نظيفه بتفهمون، باه ما تقيسيش الجوانب خلاص. اما من فوق واش اللي تحطي؟ حطي اللي كتب ربي العزيز اللي كاين في الدار، على بالي رمضان راح يجي وجا بركته معاه. اللي كاين في الدار حطيه، ولو كان فاكهه وحده. حنوصلوا لطاب دوكا التلميع والمحافظه على شكل الفواكه فحلات. انا لا جولي ما كذبش عليكم، ما رحت لفرجيدا لقيتها تبيريمات، وليت درت سيرو وحدي. سيرو هذا خفيف ظريف. عندنا فنجان تاع قهوه تاع ما عادي، ما عادي، زدت له مغلقه كبيره تاع سكر حرش وعصره تاع قارص، حطيتهم فوق النار على نار ذليله. خليتها السيرو هذاك تاعي داب لي السكر وعاد يغلي حتى ولا كميه قليله. خليته يبرد ودهنت به الفواكه من فوق بيعطيني لمعان ويحافظ على الشكل تاعهم باه ما يتكمشوش وما يكحالوش. شفتوا الوصفه كيف خفيفه وظريفه، والاهم من هذا انها جد لذيذه. يعني تهبلتها بالله يبارك. اتمنى ان شاء الله تجربوها. خرجت لي الكونتيتي اللي حكيت عليها معكم 8 حبات بالتمام. شهيتكم في الجنه وصحه فطركم بعد في امان الله. قبل ما ننسى برك، انا حطيت البابي داليمينيوم من تحتها لانه بعد لي فون دو تارت تاعك راهم يرطابوا من الكريمه اكيد، مش حين يتفتفتوا بصح حين يرطابوا راح يكون لهم سيبور شوي. المهم راكم فهمتوا الفكره، والان نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعايه الله.